شاء الله تكونوا بألف خير وصحة يا رب. اشتقت لكم كتير ورجعت لكم اليوم فيديو جديد. أصدقائي فيديو اليوم هو تنرتب طاولة ميك اب تبعي. يا جماعة من وقت ما منتقلة لهذا البيت وكل يوم عم بقول اليوم وبكرة اليوم وبكرة وأبدا ما كان صح لي مجال. اليوم قررت انه اخيرا انه ارتب طاولة ميك اب تبعي معكن. يا جماعة بتعرفوا ليش كان عم بأجل الموضوع وما برتب طاولة ميك اب تبعي؟ لانه كنت عم دور على هاي القطعة وما كنت بلاقي طلبي، بس الحمد لله واخيرا لقيت طلبي على موقع امازون. اكيد عرفتوا كلياتكن شو هاي. هلا رح نفتح كرتونة سوا ورح نركبها سوا. اكيد عرفتوا شو هي يا جماعة. رح نحطها على طاولة ميك اب ونحط عليها كريمات النهاري وليلي وشغلات اللي بستعملها دائما. اوكي اصدقائي، وقبل ما نبلش فيديو اليوم لكل حدا جديد معنا بتمنى تشتركوا بالقناة، تحطوا لايك للفيديو وفعلوا زر الجرس، ويلا خلينا نبلش مع بعض. ليتس جو. شوفوا يا جماعة الدور كل فكري انه تركيبتها معقدة بس طلعت ما في اسهل منها اصدقائي. وهلا هدولي رح نركبها، بس اول شي بدي اشوف الاغراض اللي عندي طولا وبعدين انه بدي اركبها. اول شي ما كنت بعرف هدول لشو، بس طلعت هدول انه نركبها هون مشان تتثبت، وهيك خلصنا من تركيبتها اصدقائي. هلا اول شي رح اشيل هدول كل الاغراض موجودة على الطاولة. وهلا بلش دور التنظيف. رح انظف الطاولة ومراية، وكمان رح ألصق على مراية اضواء يا جماعة. واشتريت هدول الاضواء كمان من موقع امازون. رح تلاقوا كل الروابط تحت صندوق الوصف. شوفوا يا جماعة هدول كتير طوال، حطيتن هون. اخذت قياس هدول وركبت طبقة تانية هون. اصدقائي وهيك خلصنا من ترتيب طاولة ميك اب تبعي. وانتم حطوا لي رايكم بالتعليقات عجبكن ولا لا. وكل الروابط رح تلاقوها تحت صندوق الوصف. مثل هدول القطع يا جماعة اشتريتن من موقع شي ان. هاي القطعة مثل ما حكيت لكم بداية الفيديو اشتريتها من موقع امازون. اوكي اصدقائي وهيك وصلنا لنهاية فيديو اليوم. ان شاء الله عجبكن يا رب استمتعتوا معي. اشوفكم بخير وسلامة بفيديو جديد. باي.